كي بقيتو لاباس عليكم، كي درتو مع الصحيحه الامور مزيان، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت باش نقدم لكم الصراحه واحد مخمرات ولا مطلوع كما كاين كل واحد شنو كيقول لهم. الصراحه كيجيو فنين ديال الطاجين. كما كتشوفوا هذه راه العجينه عجنتها بطبيعه الحال، وكيفاش انا اللي كنصوبهم كتصوب المرت الاخ ديالي اللي كتصوبهم، وقلت علاش ما نشاركهمش معاكم. بالنسبه للعجين كديروا واحد 4 زلايف د الفورس، زلافه ونص ديال الفينو، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره المعجونه، واحد معلقه ديال السكر سنيده، صافي. والماء كتعجنهم يعني عادي، الماء على حسب الدقيق. من بعد كتعجنوا كتخليهم يخمروا، من بعد ما كيخمروا كتشدوهم كتكوروهم على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا هكا حتى كيخمروا مزيان. كتشدوا واحد الخليط كديروا فيه شويه الزيت، شويه ديال الزبده، كيذوبوا على هذا الشكل هكا. وكتشدوا واحد زليفه بحال هكا كديروا شويه ديال الفينو، صافي هادشي اللي كاين. دابا غنشارك معكم الطريقه ديال كيفاش ديروا تلويوهم. كما كتشوفوا كتشدوهم كتسرحهم على هاد الشكل هكا مزيان. شكون اللي كيدخل لها؟ من بعد كديروا هذاك الخليط نتاع الزبده والزيت، كدردروا عليه بشويه ديال الفينو، كتلويوهم على شكل ظرف بحال هكا. صراحه جربوهم كيجيو واعرين، بالخصوص يعني في رمضان دابا على الابواب ديروهم كيجيو واعرين. ممكن تصوبوا بحال هكا وديروهم في الكونجيلاتور، من بعد تخرجوا تجبدوهم وتسخنوا، نقصوا عليكم شويه التمر، صافي كتلوهم على هذا الشكل هكا. عشان نشاركوا معكم خضاها باش تشوفوا الطريقه ديال اللون ديالها. هذا هو الطريقه عبد الله اللي سيكون انا نمشي نجيب الطاجين. الطريقه الصراحه سهله، في نفس الوقت كيجيو واعرين. كتلويهم شويه ما كتزيروهمش، فهمتي، كتخليوهم مرخوفين شويه باش كيجيو من الداخل مورقين، صافي. من بعد صافي غتكمل هذه الكميه كامله كما كتشوفوا هذا الشكل هكا. من بعد نوريكم الطريقه ديال التكراس ديالهم. طلقات كتسرحوها على هذا الشكل هكا، يعني الطريقه سهله. وكتاخذوا واحد المنيدل كتسرحوه على هذا الشكل هكا، من بعد كتشدو كتحطوهم هكا، كتخليوهم حتى كيخمروا شويه، من بعد عاد ديروهم كيطيبوا في الطاجين. يعني الطريقه سهله وكيجيو الصراحه فنين. نشاركوا معكم واحده اخرى حتى هي نتوما. صافي كتكمل على هذا الشكل، هذا الشيء هذا يعني كتكمل على الطريقه هذه كما كتشوفوا هذا الشيء كامل كله. ومن بعد عاد كتولي طيبهم، يعني كما قلت لكم كتخلي الطاجين يسخن وغادي ديروهم ان شاء الله يطيبوا. من بعد نرجع معكم باش نوريكم كيفاش ديروا طيبوهم. شويه ديال الزيت، من بعد كتديروهم هكا يطيبوا على هذا الشكل هكا. كتبقاو تدوروا على هذا الشكل هكا حتى كيطيبوا من جميع الجوانب. كتشوفوا
هانتوما من بعد ما طابت قلبات على هذا الشكل هكا صافي كتكملوا على هذه الطريقه هادو. المهم حنا ان شاء الله ديك الساعه نوريكم كي جاو في صحن التقديم. الا بغيتو تصوبوهم الصراحه بحال هكا ديروهم في الكونجيلاتور، ديروهم في ميكا يعني ديال هذيك اللي مختصه ديال التجميد، ديروهم يعني راه يصلحوا لكم، ولكن خليوهم شويه بحال هكا بهذه الطريقه هكا، ما تطيبوهمش مزيان باش مين تجيو تجبدوهم وتوليو عايزين تسخنوهم يجيوكم هما هادو كما بحال اللي عاد صوبتوهم. الفرن المخمرات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هكا تبارك الله ما شاء الله. شوفوا زويونين نتوما. ايوا درناهم مع شويه الكوفيتير ومع قهيوه كويس داتاي وغادي ناكلوهم كاسكروت. كما قلت لكم الا بغيتو تديروهم في الكونجيلاتور ممكن تصوبوهم في الكونجيلاتور. يلا تنقول لكم تهلاو في راسكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا الا عجبكم بطبيعه الحال مع الاصدقاء او الاهل ديالكم. وتنقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو الجاي مع وصفه جديده. يلا تهلاو بسلام عليكم.